السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا في كل مكان من اسكندرية لأسوان ومن الساحل للورديان، يا رب تبقوا بصحة وخير وعافية وحب وسعادة وسلام وأمان. أدرك العالم منذ القرن الماضي، يعني 100 سنة فاتت، وبانتهاء الحرب العالمية الثانية دخول مصر دخول عصر جديد يحتاج فيه إلى جهود الفلاسفة للبحث عن إجابات الأسئلة الأخلاقية التي ظهرت التطورات العلمية الحديثة في مختلف المجالات، ومنها علوم الطب والبيولوجي، الأخلاق البيولوجية والطبية والبيوطبية البيوتقية. كان عندي زمان مبحث اسمه مبحث الأكسيمولوجي، كان اسمه مبحث الأكسيمولوجي. مبحث الأكسيمولوجيا ده كان بيدرس 3 قيم، قيمة اسمها الحق، وقيمة اسمها الخير، وقيمة اسمها الجمال. امسك واحدة واحدة. الاسم ده اللي سماه واحد اسمه فان بوتر. فان بوتر. لا مش ده، اصل هو بيقول لك هاري بوتر، هو مش هاري بوتر، هو فان بوتر. اخوه؟ لا مش اخوه. ابوه بطل مكانه، هو لا اخوه ولا ابوه. قالش ملهاش اي 30 لازمه. بناتي لما بيندهوني يقولوا لي يا سوسو، ماشي يبقى سماح يا سوسو. الطلبه بتاعتي ما بيقولوش يا سماح ولا يا سوسو ولا يا دكتور ولا يا مس، بيقولوا لي يا موحه. يا موحه يبقى انا سماح، انا سوسو، انا موحه. تمام. تناول المؤتمر العام لليونسكو الحديث عن المسائل الاخلاقيه المتعلقه بالطب. انت قلت طب يبقى بيوتك، لان ولا واحده فيهم ليها دعوه بالطب. شخص يعاني من فشل كبدي فتم اخذ جزء من كبد شخص اخر، ده اسمه زراعه اعضاء. اخلاقيات ظهرت من خلال الجدل الدائري. طالما بقى فيها عمليه جدال، طالما فيها جدال ورايح وجاي، يبقى الاخلاق التطبيقيه. ده كده محاضره ثالثه بقيت اسئلتها خلاص. اشوفك على خير. سلام.